السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجنا من هنا نبدأ. الحلقات السابقة تحدثنا في موضوع الإهمال وذكرنا كثير من أنواع الإهمال. اليوم نكمل كذلك في نفس الموضوع اللي هو الإهمال الاجتماعي. ما هو الإهمال الاجتماعي؟ الإهمال الاجتماعي اللي هو أنا أكون في أشياء كثيرة جدًا تتعلق بالنمو الاجتماعي، أنا كوالية أمر أو كأم أو كنت قائمة على تربية الابن، يكون هنالك تقصير في هذا الجانب. الطفل أهم شيء في المرحلة اللي هي مرحلة الطفولة المبكرة، أهم شيء بالنسبة للطفل هو موضوع اللي هو اللعب. وتنمو من خلال هذا اللعب تنمو عنده المهارات الاجتماعية. وبالنسبة للطفل يعتبر اللعب ليس فقط لعب في حد ذاته، لكن هي عملية تعليمية، عملية تربوية يكتسب منها كثير من المهارات. فالإهمال في هذا الجانب يؤدي إلى كثير من المشاكل. فأنا كوالية أمر، أنا كأم، إذا لم أشجع ابني إنه أسمح له باللعب، وهذا ما ذكرناه في جزء من بعض أنواع الإهمال. إذا كان الطفل فقط هو الآن حبيس البيت مع الأجهزة اللي ذكرنا كيف إنه تؤثر على عقلية الطفل، تؤثر على الطفل كذلك في الجانب الاجتماعي. لا يستطيع الطفل أن يتعامل مع الآخر، لا يستطيع أن كيف يتحدث مع الآخرين، كيف يتفاعل مع الآخرين، كيف يتعامل وتكون عنده هذه المهارات الاجتماعية. فالإخفاق في هذا الجانب، جانب اللعب مع الآخرين، تكون واحدة من أنواع الإهمال بالنسبة للطفل. وكيف يكون أحيانا أنا كأم أنا قصرت في إنه ما خصصت وقت. فتقول واحدة من الأخوات في لقاء يمكن كان قبل أيام، تقول لي أنا يا دكتورة ما عندي وقت، ما عندي وقت من الصباح، من طبخ لنظافة، سلسلة من المهام. لكن في ظل هذه المهام ما في وقت إن أنا يكون عندي وقت أنا ألعب مع ابني، أو كيف أنا أفكر في فكرة إنه يكون عندي وقت. الطفل بريء، ما عنده شيء مهمة بالنسبة له، وظيفته ودراسته وحياته كلها هي اللعب. فأنا كيف أستطيع أملك قلب الطفل من خلال اللعب؟ وإحنا نلاحظها حتى في الشيء العام، اللي يلعب مع الطفل يستطيع أن يملك قلب الطفل. وتستطيع أن الطفل يقول لك دائما لما أنا في مواقف كثيرة في بعض الأطفال ألعب معه كذا، يقول لا تجلس معانا ويسحبوك وكذا، دليل أنه هذا الجانب بالنسبة للطفل كل شيء. بالنسبة للطفل الشيء اللي هو الآن في هذه المرحلة شيء أساسي بالنسبة له الطفل. ويتدرج طبعا اللعب كنوع من أنواع اللي هي الجانب حتى نستخدمه في الإرشاد. الإرشاد باللعب واحد من أنواع الإرشاد في التوجيه بالنسبة للأطفال، يتدرج ويختلف بالمراحل العمرية. نوع آخر كذلك من الإهمال الاجتماعي هو الإنصات إتاحة المجال بالنسبة للأطفال، وتحديد أوقات للأسرة. نحن في زحمة الحياة للأسف يكون عندنا أوقات للوسائل التواصل، تجد إنه الأم إذا كان ولا الأب يجلس بالساعات في الفيسبوك، في الواتساب، في كل الوسائل، ويرد على هذه الرسالة ويتابع الموضوع الفلاني. لكن لما يجي الابن يقول لا روح أنا ما عندي وقت، فتجد إنه كيف تنمى عنده هذا الإهمال، اللي الطفل حتى لا يجد نفسه داخل الأسرة، يجد نفسه إن الكل مشغول بالجهاز، الكل مشغول ببعض الأمور. فبالتالي اجتماعيا الأسرة أصبحت معزولة. حتى في جلساتنا الأسرية مثلا تكون في خرجة، تجد إن الكل مشغول بالجهاز. فبالتالي نحن أصبحنا كقدوة بالنسبة للأطفال. أصبحت العلاقات الأسرية، إذا كان الأسرة الصغيرة والأسرة الممتدة، أصبحت هي ما عادت هي من أولوياتنا، وهي بالنسبة لنا مصدر تعلم، مصدر انتماء، مصدر أمان، مصدر دفء بالنسبة لهذا الطفل. إذا كان أنا ما عندي وقت، الأب والأم ما خصصنا هذه الأوقات، حقيقة نحن أهملنا بالشكل الكبير
في بناء الجانب الاجتماعي بالنسبة للطفل، ويعني جعلنا أبنائنا يتعلمون من الآخرين، يعني حتى قيمنا، حتى إحنا نستغرب. تقول واحدة من الأمهات هي تعيش في الولايات المتحدة تقول لي أبنائنا ما عادوا يحملوا نفس قيمنا، فتقول يعني أصبحوا يعني حتى اللغة أصبحت غريبة بيني وبين يعني بين بناتي. من أين نتج هذا الأمر؟ لأنه نتيجة لأنه إحنا من سن يعني هم الأطفال الصغار نحن اللي نستطيع أن نتحكم في كثير من الأشياء، ففي هذه المرحلة أصبح هنالك في إخفاء كبير، نحن قصرنا في مرحلة عمرية، وبالتالي الآن نطالبهم حتى يكونوا معنا موجودين في داخل البيت، يعني بدءا من سن مبكر. فبالتالي النتيجة اللي توصلنا إليها الآن أصبح نحن دول داخل بيت واحد، يعني فأحيانا ما يكون في وقت. أنا يعني صراحة في أسرة يعني تعتبر هي أسرة نموذجية متذكرة كيف الأب والأم عندهم يوم خاص اسمه يوم الأسرة، ويلعبوا حتى في البيت مع بعض، يعني يعملوا بعد الألعاب. أتذكر كانت ألعاب تقليدية لكن لها معنى كبير، يعني يلعبوا كذا أوراق يكتبوا فيها أسماء فواكه، أكرمكم الله أسماء حيوانات. فبالتالي يكون في فريقين، فريق مع الأم فريق مع الأب والأخوان نفسهم. هذا التفاعل، هذه البيئة اللي تجعل الطفل حقيقة يشعر يعني يشعر بالأمان داخل هذا البيت، وبالتالي يكون يعني إحنا استطعنا أن نتخلص أو ما نشعر بأنه في هنالك إهمال في الجانب الاجتماعي. هذه واحدة من الأشياء اللي يكون فيها التقصير وتكون سبب في العزلة الاجتماعية. الآن أصبح في عزلة داخل البيوت، كثير من الأسر اللي يشاهدون الآن واللي استمعوا يمكن لهذه الحلقة حتجد أنه كم مننا في بيوتنا في أسرنا وفي جيراننا وفي أقاربنا موجودة أنه تقول لك البنت ما تخرج تسلم على الضيوف، أحيانا ما تعرف أنه حتى يعني حدث معانا ومع غيرنا. يعني من أين جاء هذا التصرف؟ لأنه كانت هنالك حقيقة كانت في مرحلة من المراحل يجب أن نحن نقرص في أبنائنا، إحنا أهملناهم في البداية، أهملناهم اجتماعيا، حتى أصبحت الزيارات للأقارب وللأسر لا تكتفي، إنه الأسر تكتفي تلتقي في كافيهات أو في أماكن عامة ويكون الكبار فقط والأبناء يكون كل واحد محمول بجهازه. صحيح هنالك يعني واقع، أنا يعني الواحد لا ينكر هذا الواقع، واقع الأجهزة والوسائل، لكن نحن عندنا الإمكانية ننظمها، نحن نمتلك القدرة كيف نوظف هذه الوسائل في إن تكون هي حتى لمصلحتنا وإن نستفيد منها. يعني ما يكون فقط شماعة ونسلم أمرنا لهذه الوسائل وأصبحت هي التي تشكل حياتنا، وأصبحت هي حقيقة كأنه نحن نعلق عليها أخطائنا وإخفاقاتنا وإهمالنا تجاه أبنائنا. نقول دائما أنتم الأجهزة والعالم كذا، لا، العالم ليس هكذا. يعني كثير، ولذلك نجد أن كثير من الأسر استطاعت أن تنظم وقتها. مسألة اللي هي الإرادة، مسألة القرار، قرار أسري، أنا اللي أستطيع أن أحدد وأقرر كيف يكون حياة بيتي وأسرتي ونظامي. فهذا كله حتى لا يكون نحن أهملنا في جانب أساسي في تربيتنا لأبنائنا. نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا جميعا في هذه المسؤولية، وأن يوفقنا وأن تكون نحمل هذه المسؤولية يعني بأفضل وتكون بشكل يعني نخلص في هذه الأمانة واللي هي أمانة مسؤولية الأبناء. وصلنا لختام حلقتنا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وصلنا لختام حلقتنا، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.